دي اهم 3 حاجات كنت اتمنى حد يقولها لي اول ما جيت كندا. رقم 3 هي اهم واحده الصراحه. اول حاجه هي حسابات الاستثمار. هتقول لي استثمار؟ احنا جايين ما معناش فلوس اصلا كمهاجرين جداد، ولكن بجد اهم حاجه حسابات الاستثمار دي. في واحد انت مش هتحتاج تفتحه، اللي هو اسمه تي اف اس اي، اللي هو تاكس فري سيفنج اكاونت. انت اي فلوس تحطها فيه وتعمل لها استثمار، العائد بتاعها كله نون تاكسبل. يعني معناها ان انت لو حطيت $2000 استثمرتهم وربنا كرمك بقوا 100,000، ال 100,000 دول ما عليهمش اي تاكس. الحساب التاني بقى اسمه اف اتش اس اي، ده اللي هو فيرست تايم هوم باير. تقول لي طيب انا جاي لسه مهاجر جديد معيش فلوس ان انا اشتري بيت، ولكن افتحه اول ما تيجي. ليه بقى؟ لان انت اول ما بتفتحه بيبدا العداد يشتغل. هو الماكسيمم بتاعه بيحط لك 8000 كل سنه، يعني 40,000 توتال. ولكن انت فتحت اول ما جيت معكش فلوس تعمل فيه اي كونتريبيوشن، عادي تفتحه. 8000 دول بيترحلوا السنه اللي بعدها حتى لو فتحته اخر يوم في السنه. فبالتالي انت اول 5 سنين لما بتيجي دخلك قليل، انت الحساب مفتوح ما عندكش اي مشكله. اول ما دخلك يبدا تزيد، اي حاجه بتحطها في الحساب ده بتتشال من الضرائب اللي انت بتدفعها. فانت لو دخلك 100,000 حطيت فيه 8000 في السنه، 8000 دول لما تيجي اخر السنه وانت بتعمل تاكس ريتيرن بيرجع لك التاكس اللي اتحطت على ال 8000 دول. واكيد الفاينانشال ادفايزر اللي هتقابله في البنك هيفيدك اكتر مني بكتير، ولكن ركز على الموضوع ده وروح اقعد مع حد فاهم بحيث يفهمك كل حاجه من البدايه. تاني حاجه بقى وهي التشايلد بنفيتس، ودي منحه من الحكومه الكنديه تقدم للاطفال. لو انت عيله عندك طفل طفلين، انت مواطن كندي او انت مقيم دائم، ليك الحق ان انت تحصل عليها. طيب ليه بقى تقدم على التشايلد بنفيتس دي؟ لان صدقني اكتر فتره بتبقى دخلك فيها قليل اول ما بتيجي كندا، فبالتالي تستفيد من الحاجات دي في الاول لغايه ما تقف على رجلك تخلص معادلتك او ان انت بتذاكر حاجه جديده. وبعدها لما دخلك يبدا يزيد، التشايلد بنفيتس دي هتقل لغايه ما تنتهي اصلا تمام. طيب المنح دي بتبقى كام؟ بتبقى حوالي من اول $600 لو هم الاطفال اقل من 6 سنين لغايه 1200 او $1500 على حسب وضع العيله، دخلكم كام وكام طفل، وعلى اساسها بيتحسب الفلوس. لو دخلت على الموقع الرسمي بتاع الحكومه الكنديه اللي هو canada.ca هتلاقي كل التفاصيل وتعرف الكالكوليتر اصلا تحسب كل حاجه، سواء الاطفال مولودين بره كندا او مولودين جوه كندا. لكن اهم حاجه ان هم لازم يبقوا موجودين طول فتره ما هم بياخدوا المنحه دي. ثالث حاجه ودي شايفها صراحه اهم واحده فيهم، كل مقاطعه هنا بيكون عندها برنامج لدعم الطلبه. الطلبه دي مش معناها ان هم لسه صغيرين، اي طالب اي حد عايز يدرس حاجه سواء اندر جراد بوست جراد ايا كان الدرجه العلميه اللي انت عايز تدرسها، المقاطعه والحكومه الفدراليه بيدوا لك منحه بتغطي فلوس الدراسه وفلوس المعيشه كمان. اونتاريو مثلا اسمها اوساب، تخش على الموقع بتاع الاوساب تشوف الاستيميت كالكوليتر، تحط الدرجه العلميه اللي انت عايز تدخلها وتحط دخل العيله وتحط موقفك وعندك كام طفل والكلام ده، وبيدي لك استيميت بيقول لك انت اليجيبل ان انت تاخد الرقم ده كجراند اللي هو كمنحه غير مسترده، والجزء الثاني كلون ان هو كارد انت هتدفعه بعد ما تخلص بيبقى حوالي 100 او $120 في الشهر. قبل ما حد يقول لي كارد وانت كده بتشجع الربا، في حاجه حلوه جدا ان انت من حقك ان انت ترفض الكارد. فانت من حقك ان انت تاخد الجرانت بس اللي هي المنحه وما تاخدش الكارد، وانت كده تبقى بعدت نفسك عن اي حاجه ربويه. عرفوني في الكومنتس لو في حاجه محتاج تفاصيل عنها اكتر بحيث اقدر اساعدكم، وربنا يوفقكم يا رب.